يا ترى عم ريبيرو مخبي لنا ايه بكره؟ يا ترى مستر ريبيرو مخبي لنا ايه بكره في المباراه امام بيراميدز؟ لان ريسيتش بكره لازم يكسب، لانه الغلب بيراميدز هيروح هيقول له يا باشا بلا ابطال افريقيا بلا ابطال الكؤوس، اتكل على الله. وريبيرو بكره لو اتغلب جمهور الاهلي هيعمل منه مفتقه. ده يعني لقاء الفرصه الاخيره ومباراه اصلا عليها من اولها. الراجل بتاعنا هادي جدا، والراجل التاني فراك اللي هو يوريسيتش. ده اول حاجه. تاني حاجه الراجل بتاعنا هيقعد يباصي لغايه ما يطلع عين ابونا في التلفزيون، لغايه ما نخش له جوه نقول له يا عم شوت ويا عم ارفع يا عم اعمل، هيفضل يباصي. وبعدين احنا عندنا اصابات ما شاء الله، اخرهم محمد علي بن رمضان. ويوريسيتش بقى عنده رمضان صبحي كمان ومصطفى فتحي، فالدنيا خربانه مع الاثنين مدربين يعني. وده لقاء الفرصه الاخيره، لا هياخد شويه ولا يخسر، اعتقد هيخلع. تاني احب اتكلم فيها الحكم رخاص. الراجل ده حكم الماتش الشهير بتاع حسين شحات اللي قطم فيه وخد ضربه جزاء، مع ان الاهلي ليه ضربتين جزاء بس الراجل ده نزل عليه ضغط. كله في الكليتش. امم كله في الكليتش والله يا جماعه. يعني الماتش هيبقى صعب قوي بكره على اثنين مدربين فريقين، واحد فراك وواحد هادي، واحد بيباصي بس وواحد يقعد يزعل الدنيا كلها. الحكم جاي كمان عليه ضغوطات لان بيراميدز معترض عليه والاهلي كمان معترض عليه. اللي هو الاهلي ان برضه ما ظلمنا يعني، ضربتين جزاء، واحده عبد المنعم والجون بتاع بيراميدز الثاني كمان في شك في السايت اللي هو الماتش دوت. فيعني الحكم تعبان، فربنا يستر يعني والماتش يطلع على خير. لايك، سبسكرايب، شير، عشان انزل لك فيديو بكره متين. سلام. بكره لازم يكسب، لانه الغلب بيراميدز هيروح هيقول له يا باشا بلا